هتعمل ايه يا وحش لو حد من صحابك بعت لك لينك لعبة تحملها وبعد ما تحملها تكتشف انها لعبة حياة او موت؟ ده بالظبط اللي حصل مع بطل قصتنا سودو كانامي. فخلينا نشوف. القصة بتاعتنا بتبدأ بالطالب هامادا وهو بيجري من باندا متخفي وبيحاول يستخبى منه. مسك موبايله وقعد يدور على حد يستنجد بيه وينقذه لحد ما اتصل بيه سودو كانامي بطل قصتنا، وبيبص يلاقي الطريق مسدود والباندا جاي عشان يقتله ويأكل جثته للدود. هامادا راح مطلع سلاحه عشان يقتل الباندا وقام هابد الهبدة. راح الباندا عكس الهبدة وخلاها هبدة مرتدة في رقبة كيودا طلعت لنا شلال دم. تاني يوم الصبح بيحكي صاحب سودو كانامي عن انتشار أشكال لجثث غريبة في شيبويا وإن في حد أكيد بيحفرهم في الأرض بالليل. بعدها بيدخل عليهم صاحبهم كيودا وهو مصدوم وبيسألهم لو شافوا هامادا. كانامي قال له إنه غايب وإنه بعت له رسالة امبارح عن لعبة كده اسمها لعبة داروين. وش كيودا ساعتها جاب ألوان ولسه بيحذروا إنه ما يفتحهاش. قام كانامي كالحمار الطموح داس على اللعبة. أول ما كانامي داس على اللعبة طلع من شاشته تعبان عضه في رقبته وعينه بدأ يحصل لها حاجات غريبة لحد ما أغمى عليه وظهر على الشاشة كلمة تم تأكيد تسجيلك في اللعبة، وكمان إن صاحبه هامادا خلاص مات. بيصحى كانامي في عيادة المدرسة وبيظهر مكان عضة التعبان شكل غريب في رقبته. بيستأذن كانامي الدكتورة إنه يروح للبيت فبتخليه يمضي خروجه بألم. بيقع منه الألم فبيظهر شكل أزرق على إيده وهو بيجيبه، وبعد ما بيمضي وبيخرج بتستغرب الدكتورة إنهم بقوا ألمين بنفس الشكل بالظبط. كانامي بيقابل كيودا وهو خارج فبيحذروا كيودا انه ما يفتحش اللعبة غير لما يقابله بالليل، بس فضول بطلنا كان اقوى منه ففتحها وكالحمار الطموح تاني داس على بدء اللعبة. فظهر له سودو كانامي ضد الباندا. ساعتها سودو كانامي بيتريق على شكل الباندا وان هو ده منظر اللاعب اللي هيلعب ضده. هوب بيبص قدامه لقى الباندا قاعد، فبيستغرب كانامي ليه الباندا اللي بيستخدموه كجالب للحظ في المباريات قاعد هنا. شوية شوية بيقرب عليه الباندا وهو ماسك السكينة، فبيتوتر كانامي جامد وبيتفزع عما يلاقي الباندا بيهاجمه وبيحاول يقتله. بيهرب كانامي منه وبيقعدوا يلعبوا استغماية لفترة، ولكن استغماية عنيفة شوية، وبيروح يطلب مساعدة من الشرطي بس ما بيلحقش وبيتصدم جدا اما يلاقي الباندا رشق السكينة في رقبة الشرطي عادي جدا وقتله. وجه دور كانامي عشان يتقتل. بيقرب منه الباندا بهدوء وكانامي مرعوب وفاكر انه هيموت خلاص، بس بيتدخل كيودا صاحبه الرجولة وبينقذه. ساعتها بيختفي الباندا، ولكن كيودا كان عنده قدرة معينة بتمكنه انه يشوف الباندا وهي مختفية. الموضوع كله بيقلب هاتك يا ضرب، وبيغزوا بعض هما الاتنين لحد ما يهربوا من الباندا وبيستخبوا في مبنى، بس بيوصل لهم الباندا من الدم بتاع كيودا اللي نقط في الارض. بيحاول كانامي يتصل بالاسعاف فلقى ان ما ينفعش اي اتصال بالعالم الخارجي غير لما حد فيهم يفوز. وبيجي لكانامي رسالة من واحدة اسمها شوكا بتسأله لو هو عايز مساعدة. كيودا بعديها بيقنع كانامي انه يسيبه هنا ويروح يقضي على الباندا، وبعد استغماية طويلة جدا ممزوجة بتلطيش في بعض من الناحيتين يجي ناس بسطاء بعربيتهم يدعسوا الباندا خالص وهو متخفي، وبيفوز كانامي بحظ الكوسة بتاع المبتدئين. بيروح كانامي يطمن على كيودا ولكن للأسف بيلاقيه مات، وبيكون باعت له رسالة بيقول له فيها عيش انت يا ابن عمي. بيلاقي كانامي انه كسب 10 نقط ومستواه اترفع، وبيقرر ساعتها يشتري مسدس من اللعبة وبيوصلوا المسدس. بتظهر عشيرة اسمها ايس وبيقتل زعيمها وانج كل الموجودين في المكتب، وبيعلن ان شيبويا بقت تحت سيطرته هو. بيرد كانامي على رسالة شوكا وبيتقابلوا وبيسألها ازاي يخرج من اللعبة، فردت بان مفيش طريقة للخروج الا لو مات، فسألها عن طريقة يقدر بيها يمنع اللاعبين التانيين من انهم يهجموا عليه فجأة. فقالت له اما اعرف قدرتك الاول. بيرد كانامي انه ما يعرفش قدرته وان اللعبة كاتبة ايرور عند قدرته، فبتقرر شوكا انه يفتح لها شنطته ويوريها ان معهوش اسلحة عشان تقدر تثق فيه. ساعتها بيتوتر كانامي لانه اشترى اسلحة احتياطي يدافع بيها عن نفسه. بتقرر بعديها شوكا انها تقتله وبتبدأ اللعبة. بيستخدم كانامي استراتيجية الهروب التكتيكي للكلب المكسيكي وبيفتح كشاف قوي في عينيها وبيحاول يهرب بسرعة من الباب، بس شوكا بتقفله وبتحاول تقتله وهو بيهرب. ساعتها كانامي بيتصارع مع نفسه انه لو كان عارف قدرته اكيد كان هيقدر يعارك شوكا. وساعتها بيظهر فجأة مسدس في ايده وبيضرب بيه عليها، ولكن شوكا بتتفاداه. بتفتكر شوكا انها لقت مكانه، بعدين بتكتشف انه المسدس بس لوحده وان كانامي بيتحكم بزناد المسدس عن طريق حبل ربطه بيه من بعيد، فضرب بيه الانوار وبقت الدنيا ضلمه. وبيقفش شوكا وبيأمرها انها تلغي القتال ما بينهم في اللعبه، فبتنسحب من القتال ونتيجه لده هتبقى مطيعه لكل اوامره
وجزء من نقاطها هيروح لكنامي. بعدها كنامي بيفقد وعيه. بتظهر بعد كده بنت اسمها رين قدام شاشة بتراقب فيها تحركات كنامي، ومستغربة هو ازاي مبتدئ وعرف يهزم الباندا وكمان الملكة شوكا المحترفة، وبتقرر انها تبيع معلوماته مقابل انها تاخد نقط. بيصحى بعد كده كنامي من النوم في وضع مش ولا بد مع شوكا، وساعتها بتطلب منه شوكا انهم يكونوا عيلة مع بعض. بيسألها كنامي قصدك ايه بتكوين العيلة؟ فبتقول له ان في لعبة داروين في تكوين عائلات وعشائر. بعدها بتعرفوا شوكا على المأوى اللي هم فيه وانه بيكلف 10 نقط، وساعتها اسمه هيختفي من قائمة اللاعبين لمدة أسبوع، فبالتالي محدش هيقدر يقرب منه إلا لو لاعب قرر ينافسه. ساعتها المأوى هيبقى من غير فايدة. وفهمته إنه ممكن يحول النقط لفلوس، فجرب ساعتها كنامي يحول 10 نقط لفلوس. سألته شوكا لو موافق على طلبها بتاع تكوين العشيرة، وساعتها كنامي قال لها إنه موافق. بيروح كنامي للبنك عشان يشوف حسابه اللي فيه 50,000، بس بيتصدم من إن المبلغ وصل ل1,000,000 بعد ما حول ال10 نقط لفلوس. وبيلاقي اللعبة اختارته يشارك في ايفنت اسمه ايفنت البحث عن الكنز في شيبويا. بيظهر بعد كده 2 بيتصارعوا في نادي ملاكمة دانجو، وبتفوز البنت المقنعة على الولد. فبيسألها انت اللي قتلتي ال 12 شخص في شيبويا صح؟ وبيكلمها عن اللاعب المبتدئ اللي هزم الباندا وعن مشاركين ايفنت الكنز، بس لقى البنت اختفت. بيقابل كنامي شوكا عند تمثال في شيبويا وبيقول لها عرفيني حوار الايفنت. فقالت له الايفنت هيحصل هنا في شيبويا، وفهمته شوية حاجات عن اللعبة وإنه ممنوع يقول اسمها أو أي معلومات عنها في أي مكان وإلا هيموت، وإنه لو عايز يتكلم عن اللعبة يقول لعبة دي، اختصار لكلمة داروين. وبتشرح له إن شيبويا كلها تحت سيطرة عشيرة إيس، وإن في 12 شخص اتقتلوا عند التمثال بسبب اللعبة. بعدها بيسألها كنامي عن سبب إنها بتلعب اللعبة دي، وإنها مش باينة عليها ريحة الفقر يعني بحيث تتذلل وتلعب لعبة زي دي بتكسب ملايين. فبتتهرب ساعتها شوكا من الإجابة. بيظهر شخص اسمه إينوكاي بيتكلم في الموبايل مع رين، وبتبيع له معلومة إن سودو كانامي موجود في شيبويا. في وسط ما كانامي سرحان في أفكاره ومستني شوكا تخلص، بيجي حد ياخد منه الموبايل وبيطلع إينوكاي وبياخده معاه بره المكان، وبيحذره إنه ما ينفعش يسيب موبايله كده، وإنه لو ضاع باللعبة هيبقى زيه زي الميت. فبيشكره كانامي على التحذير وبيقول له رجع الموبايل بقى يا اسطى، مفيش هزار في الحاجات دي. فرد عليه وقال له إنه كان عايز يلعب ضده ويهزمه. فكانامي قال له إنه مش مهتم وما عندوش سبب يعارك حد عشانه. فبيرجع له الموبايل وبيقول له لو انت ما عندكش سبب فاللعبة بتخلي عندك سبب، وبيدوس على بدء المنافسة ما بينهم. فبيحاول كانامي يهرب منه ويتفاداه، بس في الآخر بياخد بوكس في وشه وبيقع في ساعتها. بتخرج شوكا من الحمام وبتدور على كانامي. فجأة بتتصل بيها رين وبتقول لها إنها لقت المعلومة اللي شوكا بتدور عليها، وإن مفيش معلومات كتيرة عن وانج لأنه بيقتل أي حد بيقابله. بعدها سألتها رين لو عايزة تعرفي كانامي فين، فهددتها شوكا بإنها حالاً تقول لها كل اللي تعرفه وإلا مش هتسيبها تعيش. في اللحظة دي إينوكاي بيقلل من كانامي جامد وبيقول له ابقى خلي شوكا تيجي نعارك بعض يا اسطى بدل ما انت خربان كده. فبيلسعه كانامي بالصاعق في رجله. بيحاول إينوكاي يضربه برجله ولكن كانامي بيغفله وبياخد موبايله وبيهدده بإنه لو اتحرك هيبوظ الموبايل بالصاعق. بتيجي شوكا تلحق الخناقة فبيضطر إينوكاي إنه يستسلم، وبيتعرفوا على بعض وبيعرفوا إن إينوكاي من نادي الملاكمة دانجو وإنه مشارك معاهم في إيفنت الكنز. وساعتها بتظهر على أجزاء جسمهم مربعات بتنقلهم آنياً لمكان الإيفنت. بتيجي بنت بتراقب وانج من بعيد وبتقرر إنها تتغدى بيه قبل ما يتعشى بيها، فبتهاجمه بقدرة النار بس ما بتلحقش، وبتلاقي نفسها بقت غدا وعشا وانج وبتقع من فوق المبنى وبتموت. بتتجمع الناس حوالين الحفرة اللي ظهرت مكان البنت وبيطلع صوت غريب فجأة. فبتستغرب شوكا إن كل المتجمعين بيمشوا كأنهم منومين مغناطيسياً وبتسيبهم وتروح تدور على كانامي. بيتشرح لكانامي قوانين اللعبة. أول مرحلة فيها مدتها يوم، وفي 7 أنواع من الخواتم، كل نوع ممكن يتبدل بالنقط. الوصول للخواتم بيبقى بالخريطة والكاميرا، واللي هيجمع أقل من 3 خواتم أو هيخرج بره منطقة الإيفنت هيخسر. بيكتشف كانامي إن عدد الخواتم بنفس عدد اللاعبين، وده معناه إن التلت منهم هيكسب والباقي هيموت. وبيجرب الكاميرا وبيكتشف إن في خاتم تحت السرير، فبياخده وبيحاول يخرج بره الأوضة، بس بيكتشف إن في حد اتقتل قدامها. بيخاطر ويخرج بسرعة وبقدرته بيطلع مسدس وبيستنى يشوف مين اللاعب اللي جاي، فبيضربوا اللاعب بالرشاش
كل ما كانامي يهرب في حتة بيلاقي المكان مسدود بنباتات غريبة لحد ما هيقفشوا اللاعب، فبيتوتر جدا وبيرميله كانامي الخاتم وبيطلب منه انه ما يقتلوش، فبيشفق عليه اللاعب عشان شافه بيرتعش وبيسيبه ويركب الأسانسير. بتيجي رين وبتحذر كانامي انه ما يركبش الأسانسير اللي مستنيه إلا لو عنده ميول انتحارية، فبيبص كانامي وبيترعب ان اللاعب اللي لسه راكب مات من النباتات الغريبة. بتتفق مع رين انهم يتحدوا مع بعض عشان يهربوا من البرج اللي شكل محدش فيه عايش بسبب صاحب قدرة النباتات، وبيوافق كانامي. شاشة كبيرة جدا موجودة في كازينو بيتعرض عليها ايفنت اللعبة وبيتفرج عليها ناس ومستمتعين باللي بيتعرض لهم. بيظهر على الشاشة لاعبين متجمعين حوالين شوكة عشان ياخدوا منها ال9 خواتم اللي معاها، ولكن بتقتلهم كلهم. بيفكر كانامي مع رين في خطة للخروج من الفندق وبيسألها عن هوية صاحب النباتات. بترد رين إنها ما تعرفش لأن محدش شافه قبل كده، بس هي شاكة إنه ممكن يكون اللاعب المشهور باسم بائع الزهور، وبتقول له إنه بيقتل بس اللي بيركبوا الأسانسير، فبيستغرب من كلامها. وبيستنتج كانامي إن الجثث اللي شافها في الأسانسير دول لسه عايشين مش جثث. بيأكد له استنتاجه أما يلاقيهم قدامه وبيتحكم فيهم بائع الزهور عن بعد. بيحاولوا يقتلوا كانامي ورين فبيهربوا منهم، ولكن بيستوعبوا إن بائع الزهور بيعرف مكانهم عن طريق كاميرا المراقبة اللي في البرج، فبيكسر كانامي الكاميرا بالرصاص. بتفتكر رين ماضيها، أما صاحبتها بعتت لها لعبة داروين وعضها التعبان، واكتشفت إن قدرتها هي إنها بتعرف المكان المحدد لأي حاجة حواليها وبتحسب بدقة إزاي هيتحرك، زي ما كانت صاحبتها بتعدي الطريق في مرة وهتخبطها عربية، فرين حسبتها وشافت المستقبل لثواني وأنقذت صاحبتها قبل ما تخبطها العربية. بيكمل كانامي ورين هروبهم، وبائع الزهور لسه بيراقبهم وبيقول إن كان نفسه يخلي جنوده اللي بيتحكم فيهم يسيبوا الخواتم، بس مادام دي حاجة ضد رغبتهم فممكن ده يكسر تحكمه بيهم ويرجعهم لوعيهم. بيخطط إنه يفرق جنوده في كل دور، ولو حد منهم اتقتل هيعرف مكان كانامي ورين. بيستخبى كانامي ورين من الجنود في أوضة، وعلى ما بيخمن بائع الزهور مكانهم بيكونوا خططوا إزاي يهاجموه ويفجروا قنابل في الدور ال25، بس بيفشل الانفجار للأسف إنه يشيل النباتات اللي سد الطريق، وبيجري الجنود للدور ال26 عشان يمسكوا بيهم، بس بتهاجمهم رين بقنبلة بتعميهم وبتكهربهم بالصاعق وبتبقى هي الطعم. في نفس الوقت كانامي بيربط حبل وبيوصل لأول دور، بيخرج له بائع الزهور وبيتعاركوا، بس بيلاحظ إن كانامي بيتعب أكتر كل ما يستخدم قدرته ويطلع سلاح، فكانامي قرر يرجع لعاداته وتقاليده ويهرب تاني بعد ما رمى قنبلة تعميه، بس بيلحقوا بائع الزهور وبيكملوا تلطيش في بعض لحد ما بيفتكر كانامي إن دي النهاية وبيفقد الأمل، فبيسمع صوت رنان وبيفتكر إن ده ضميره، وبيفتكر كلام كل حد قاله عن قدرته وإنه بيعيد صنع أي سلاح وإن القدرة زيها زي التنفس. بيركز في الصوت الرنان فبيرد عليه شخص جواه إن ده صوت شاكوش الحداد. بيشوف كانامي الشخص من ظهره فبيسأله الشخص إيه اللي جابك هنا؟ في مهمة لازم تعملها. بيجي شكل الشخص من قدام فبنلاقيه نفس شكل كانامي ولكن بشعر طويل، وبيقول له إن السلاح اللي صنعه مش وحش وبيطرده عشان يرجع للمعركة. بيرد كانامي إن السلاح مش هيصمد معاه وإنه محتاج درع. بيضحك الحداد وبيلفت انتباهه لأنه يقدر يزود قوة أي سلاح بيصنعه. بيفوق كانامي وبيرجع للمعركة وبكل عزيمته بيصنع رصاص أقوى وبيضربه كله على بائع الزهور، بس بيخاف إن درعه يتكسر من قوة الرصاص فبيهجم عليه. وفي لحظة بيشوف صورة بنته فبيندهش وبيتفاجئ فجأة إنه واقع على الأرض وسلاح كانامي في وشه. بيطلب من كانامي إنه يقتله لكنه بيرفض، فبتيجي رين تكلم بائع الزهور اللي في الأساس اسمه هيراجي إتشيرو وتعرض عليه إنهم يتحدوا كلهم مع بعض ضد عشيرة إيس. بيصحى كانامي بعد ما حلم بكيودا وبيسأله عن سبب إنه بيلعب لعبة داروين، فقال له بمنتهى البساطة الفقر وحش يا اسطى، وبيسيبه وبيمشي مع همادا. بيتجمع كانامي ورين وهيراجي قدام لاعب اسمه ريوجي وبيقنعوه يتعاون معاهم هو كمان، وبيوافق أما يعرف إنهم هيحاربوا ضد عشيرة إيس. بيعد وانج الخواتم اللي جمعها وبيطلعوا 32، فبيقرر إنهم يهجموا على الفندق ويستولوا على الخواتم اللي فيه بالليل، وخطط إنه يجيب أفراد من بره اللعبة كمان يساعدوهم، وإن مفيش قانون بيمنع إن حد من بره يدخل منطقة اللعب. بتخطط مجموعة كانامي إزاي هيقسموا الخواتم ما بينهم، وبيلاحظوا إن قوانين اللعبة
ثعبانية جدا ومش سالكة. وبيقطع تفكيرهم رسالة من شوكا بتطلب المساعدة من كانامي بعد ما هاجمها لاعب قدرته التحكم بالمية، فبيقلقوا وبيقرروا إن هم ينقذوها. في الطريق بيسأل ريوجي كانامي عن قدرته، فبيقول له إنه بيعرف يصنع نسخ من الحاجة زي الأسلحة والقنابل، بس العربيات والحاجات المعقدة ما بيعرفش. بعدها بيسأل ريوجي عن قدرته، وبتطلع إنه بيفقس الكذاب، وإنها قدرة ملهاش لازمة لأن البشر كلهم كدابين يا اسطى. بتفكر رين في الخواتم وبتكتشف إن الخواتم عليها كود، وكل نوع معين من الخواتم له كود معين، وإن لازم يجمعوا كل الخواتم عشان يفكوا الرموز دي. بيوصل كانامي وريوجي للمكان اللي فيه شوكا، وساعتها بيقابلوا بنت شبه صاحب قدرة المية، وبتبقى خايفة منهم جدا ومن أسلحتهم. بيكشف ريوجي كذبها بقدرته، ولكن البنت بتطلع صادقة فعلا. بيوصلوا لمحطة كلها مية، وساعتها بيطلع كانامي روح البغل العنيد اللي جواه، بيغطس عشان ينقذ شوكا. بيمسك ريوجي البنت وبيقول لها انت كدبتي مرة علينا، فاعترفي بالحقيقة. فبتتغير عينيها وبتهاجمه بقدرتها وتهرب منه. بيدور ريوجي على البنت، وبنكتشف ان اسمها سوي، وقدرتها هي ان جواها روح، وقدرة اخوها التوأم سوتا اللي مات في حادثة، وانهم بيبدلوا الادوار مع بعض. سوي بتتحكم بالمية وسوتا بيتحكم بالتلج. بيستدرجوا ريوجي للسوبر ماركت وبيقفشوا سوتا، ولسه هيقتلوا فوقفته سوي عشان بتكره القتل. بيوصل كانامي لحتة مسدودة بالتلج فبيكسرها، وبيقدر انه ينقذ شوكا وبيفوقها بالتنفس الصناعي. فبتشكره وبتعترف له بالسر انها بتلعب داروين عشان تنتقم من اللي قتل ابوها وامها، وانها لقت اللعبة على موبايلهم فناوية تقتل كل اللي شاركوا في صناعة اللعبة دي. بيلاحظ وانج الكود الموجود على الخاتم، بعدها بتيجي رسالة انها تبدأ المرحلة التانية من اللعبة، فبياخد عشيرته وبيروحوا على الفندق يهاجموه. بتعتذر سوي لشوكا وبيتصالحوا، فبيقرروا يضموها معاهم للعشيرة. بتبعت رين رسالة لكانامي عن كود خاتم الألماظ، فبيقول لهم يرموا كل الخواتم اللي معاهم لأن للأسف ملهاش فايدة، وإن لعبة البحث عن الكنز الحقيقية هتبدأ. بتخرج رين من الفندق وبتوصل لمحطة شيبويا اللي الكنز الحقيقي موجود فيها، وبيقرر هيراجي إنه يفضل في الفندق ويبقى شبح زمانه ويحارب عشيرة إيس لوحده. بيتهزم هيراجي في الفندق من 2 من عشيرة إيس، وبيسترجع ذكرياته مع بنته سوزومي، فبيهاجم هجمة أخيرة قبل ما يموت وبيدمر الفندق وبيتهدى عليهم كلهم. بتدخل رين محطة شيبويا وبتلاقي وانج مع الأفراد اللي مش مشتركين في اللعبة، فبتحاول في الخباثة توصل للكنز اللي في المحطة، بس بيلاحظوا وجودها وبيجروا وراها، فبتهرب لحد ما بيقفشها وانج ويكسر لها دراعها عشان تعترف بكل حاجة تعرفها عن الكنز. فبتوافق، بس بدل ما بتقوله عن الكنز بتحكي عن إن الصينيين كانوا بيستخدموا سم العزلة كنوع من الاغتيال، فبيحبسوا كل الحشرات السامة في مكان وكلهم بيموتوا ورا بعض لحد ما بتتبقى أقوى حشرة سامة واحدة، وإن الحشرة السامة دي شبيهة بوانج. كلامها استفزه فهددها إنه هيعذبها لحد ما تموت. بتطلع رين عملت كل ده عشان تسرق وقت لحد ما بتيجي مجموعة كانامي وبينقذوها. اقترح كانامي على وانج إنهم يتفاوضوا، بس عشيرة إيس رفضوا، وبدأوا كلهم ضرب ما عدا كانامي ورين اللي ما بيتخلوش عن عاداتهم وتقاليدهم في الهروب، فسابوهم يقتلوا بعض وخلعوا هم عشان يروحوا يدوروا على الكنز. كانامي بيقول لرين هنوفر لك كل الوقت لحد ما تفكي رموز الخواتم وتعرفي مكان الكنز، فبتستخدم رين قدرتها على التحليل لحد ما بتكتشف ان الرموز دي ليها علاقة بنظرية أصل الأنواع بتاعة داروين، وبتعرف الكنز فين. بيحارب وانج ريوجي وبيقطع له دراعه، فبيقرر ريوجي انه مادام هيموت فعلى الأقل يقتل معاه وانج، بس بيجي كانامي وبيصرخ فيهم فبيقفوا كلهم، وبيعلن انه لقى المفتاح اللي هيوصل للكنز وهيديهم المفتاح لو سابوهم يعيشوا. بيستغرب ريوجي من خطة التفاوض بتاعت كانامي وإنها مش هتنفع، وبيفكر في طريقة ينتقم بيها من وانج اللي قتل أخوه. بيكمل كانامي هاري عن الكنز ومكانه الحقيقي والمفتاح، وبيقنع وانج بكلامه، بس ريوجي فائس إن كانامي بيكذب، وبيستغرب إن وانج وافق ومصدق كلامه، وبيقول له إنه هيسيبه يعيش بس هيقتل ريوجي، فبيوافق كانامي بدون أي تردد. بيتصدم ريوجي الوهلة، بس بيعرف من قدرته إن كانامي بيكذب، فبيشكره من جواه إنه خلى لقدرته فايدة أخيراً. بيرمي كانامي المفتاح، وفي اللحظة اللي بيمسكوا فيها وانج كانامي بيكتب الرمز على خزانة العملة، وبيقول لوانج معلش يا اسطى ده مش مفتاح الكنز، يلا تعيش وتاخد غيرها.
وبتفتح الخزنة اللي فيها الكنز وبتعلن اللعبة إن الإيفنت خلص والفايز هو كانامي. بيفتح كانامي صندوق الكنز وبيلاقي فيه موبايل بيرن، فبيرد وبيكتشف إنه بيكلم سيد اللعبة، فبيشتمه كانامي بكل القواميس واللغات، وبعدها بيقول له سيد اللعبة إنه له امتياز يحقق له أي أمنية هو عايزها، بس حاجة في المحدود يا عبود كده. فبيرد كانامي إنه عايز يخرج من اللعبة خالص، فقال له للأسف مفيش خروج إلا لو كملت اللعبة كلها أو تقتلني وتدمر اللعبة بالسيستم كله، بس أكيد قلبك مش متحجر للدرجة دي يا صاحبي. فبيطلب منه كانامي أمنية وبيوافق سيد اللعبة عليها، وبعدها بيعرفه بكاجو تسوشي النار، وإن ده اسم قدرة الصنع والنسخ بتاعت كانامي. عدى شهرين على الإيفنت والحوادث اللي بتحصل في شيبويا، فبتقرر شوكا إنها تشتري مبنى يعيشوا فيه كعشيرة مع بعض. يجي واحد يدفع فلوس التأمين لسوزومي بنت هيراجي، وبيعرفها إنه ساب لها الفلوس دي، فبتطرده، وبعدها بتخرج تدور عليه عشان ترجع له الشيك اللي سابه، بس بتخبط في رين وبيتعرفوا على بعض. فبتقول لها رين لو عايزة تعرفي عن حقيقة أبوكي ابقي كلميني. ريوجي عالج إيده في نادي الملاكمة دانجو، وقعد يسأل دانجو عن النادي. بعدها بيدخلوا أوضة وبنلاقي إن كانامي كان بيتمرن في النادي طول الشهرين، فبيقول له دانجو إنه حقق له اللي هو طلبه، بس ناقص له طلب، وهو إنه يتحالف معاه، بس مش هيحققه إلا لما يحاربوا بعض ويشوف جدارته. بيجي شينزوكا صاحب كانامي يخبط على بابه عشان يطمن عليه، بس بيلاقي اللي فتح واحد من عشيرة إيس. عشيرة كانامي بييجوا عشان يتفرجوا على قتاله مع دانجو. مسموح لكانامي يستخدم أي أسلحة، فبيحاول كانامي يجرحه بأي ضربة، وبيفشل فشل ذريع لحد ما هيجبر دانجو إنه يستخدم قدرته للدفاع عن نفسه، وساعتها دانجو هيوافق إنه يتحالف معاهم. بيقرروا يكملوا عركتهم، بس بتقاطعهم ليو شيويلان وبتخطف كانامي، وبتطلب منهم إنهم يتحدوا مع بعض وإنه يبقى خليفتها وزوجها قرة عينها. بتيجي شوكا والباقي وبيحاولوا ينقذوا كانامي منها. كانامي بيرفض طلب شويلان وبيتحداها إنها لو عرفت تهزم عشيرته وعشيرة غربان الغروب لوحدها من غير ما تقتل حد فيهم، ساعتها هيوافق إنه يبقى خدامه وبطاطا تحت رجليها. بتخرج شوكا من العربية وقدامها شويلان وبيحاربوا بعض، وبتبقى شويلان على وشك الفوز، بس بيرمي كانامي إزازتين نبيذ في الهواء، فبيشغل صوت قدرته وبيحول النبيذ لتلج حوالين عجلة العربية، فبتتكسر وبتقف العربية وبيطير كانامي منها. فبتنسحب شويلان وبتقرر تدخل معاهم في عشيرة غربان الغروب، وبيوافق كانامي بس بشرط إنها لو خانت عشيرتهم فتغدر بيه هو الأول. بيصور وانج فيديو وهو بيعذب شينزوكا وقاطع صوابعه، وبيستفز كانامي عشان يجي ينقذ صاحبه. بتقابل رين بنت اسمها كوتوري وبتديها معلومات عن مخبأ عشيرة إيس وعددهم وقدراتهم، وبتطلب منها مقابل المعلومات إنها تدخلها في العشيرة بتاعة غربان الغروب، فرين ردت بإنها هتسألهم وترد عليها. كانامي ساعتها بيغلي عشان شينزوكا صاحبه، فبيهديه ريوجي وبيقعدوا كلهم يتفقوا على خطة، فبتدخل رين عليهم بالمعلومات اللي عرفتها. الشرطة فجأة بتحاصر مخبأ عشيرة إيس، فبتقرر عشيرة كانامي إنهم يستغلوا الأوضاع دي وبيروحوا ينقذوا شينزوكا. بيخرج كييتشي واحد من عشيرة إيس من المخبأ وبيطير رأس الشرطي. بيقرر وانج إنهم يهربوا من المخبأ ده ويروحوا مخبأهم التاني، بس بيلاقي الشرطة بتهجم من ورا، فبيهجموا هما كمان على الشرطة. في وسط الفوضى دي بترمي شوكا موبايل لشينزوكا وبيكلموا كانامي منه، وبيقول له يفتح لعبة داروين عشان يعرفوا ينقذوه، فبينفذ شينزوكا الكلام وبيعضوا التعبان وبتظهر قدرته، أما بيلاقي الموبايل متعلق في الهواء. بيروح واحد من عشيرة إيس يتخلص من شينزوكا فبيضرب عليه رصاصة، بس شينزوكا عكس اتجاهها وتحكم في جسم الواد ورزعه جامد، فبيستغرب من قدرته على التحكم بالأجسام، بس بيقرر يستغلها ويحارب بيها، لكنه بيلاقي وانج قدامه. بتوصل عشيرة الغربان للمخبأ وبيخلوا إينوكاي يعارك كييتشي على ما يروحوا ينقذوا شينزوكا. بيسأل إينوكاي عن السبب اللي خلى كييتشي ينضم لواحد زي وانج، فبيقول له إن وانج هو اللي خلصه من معاناته، وإنه كان حزين عشان قتل خصمه بالغلط أما كان بيلعب في دوري الكاراتيه. فساعتها نصحه وانج نصيحة خنزيرية من نوع خليك خنزير زيي واقتل أكتر من واحد عشان ما تحسش بالذنب يا اسطى. بتستخدم سوي المية على شوية من عشيرة إيس وبيجمدهم سوتا بتوجيهات من رين. بيدخل كانامي وريوجي المخبأ وبيقابلوا وانج،
فبيسأله كانامي عن شينزوكا. بيرد عليه وانج ما انت لو مهتم بصحوبيتكم اللي بربع جنيه كنت خدت بالك انه وراك. بيتصدم كانامي اما بيلاقي كرتونة تحتها بركة دم، فبيفتحها وبيتفزع لما يلاقي شينزوكا متقطع جواها، وبيصرخ جامد وبيعيط عليه. بيقعد وانج يتخنزر على كانامي ويلومه انه بسببه حصل ده، وبيأمر عشيرته بقتلهم. فبيوجه واحد منهم المسدس ناحيتهم، ولسه هيقتلهم قام كانامي قتله، والأول مرة يقتل كانامي حد. بيحكي كانامي لرين اللي حصل جوه وإن شينزوكا مات، فبتقول له ما تلومش نفسك، وبيقفل معاها وبيكمل قتل فيهم بكل برود ولا مبالاة. وبيقول لهم إنه كان ساذج اما فكر إنه مش هيقتل حد، وإن من النهاردة كانامي تاني خالص غير اللي تعرفوه. فتح لعبة داروين وداس على حرب العشائر. كانامي وريوجي بيقتلوا في أفراد العشيرة وسابوا وانج وشوكا يتعاركوا مع بعض. بيكسر وانج الشوكا السلسلة بتاعتها، ولسه بيفرح بفوزه بس بيتفزع اما بيلاقي نفسه وقع ورجله اتقطعت فجأة. بيقرر ينتقم ويهجم عليها من وراها، لكن بيلاقي ايده اتقطعت برضه. بيتألم ويصرخ وبيعترض ان شوكا بتستخدم اساليب تعذيبه عليه، وبيطلع ان في اسلاك حادة شوكا كانت معلقاها في المكان كله، وهي دي اللي قطعته حتت، وان قدرتها بتسمح لها انها تتحكم في اي حاجة شبه الخيوط. بتربطه شوكا بالاسلاك، فبيستخدم وانج قدرته في التنقل آنياً وبيبدل أماكنهم ببعض، وبتكون شوكا هي المربوطة بالأسلاك. بس كالكلاون العنيد ملحقش يكمل، قامت شوكا قطعت له رجله التانية، فبيصيح وانج صياح خنزيري وإنه مش عايز يموت، وبينتقل آنياً وبيهرب. بس بيلاقي كانامي واقف له بالمسدس، فبيترجاه وانج بالدموع وبيقول له سيبني عيش يا اسطى، وبيستسلم. لكن كانامي بيرفض ببرود وبيقول له لازم اخد كل حاجة منك، وإن سيد اللعبة حقق لي امتياز، وهو إن الطرفين مجرد ما بيبدأوا منافسة بيراهنوا بكل نقاطهم، واللي نقاطه أكتر هو اللي بيفوز وبياخد كل نقاط اللي قدام. بيخسر كييتشي قدام إينوكاي وبيقول له سلام بقى، ورايا بطولة كاراتيه مع الشياطين مش عايز أتأخر، وبيموت. بيتجزأ وانج وبيختفي كل جزء منه، فبيعيط وبيفتكر كلام رين عن ملك السم. فبيسدي نصيحة لكانامي بإنه ما يفرحش إنه بقى الملك الجديد، لأنه كل اللي حواليه هيموتوا وإنه مجرد حشرة سامة. فبيرشقوا كانامي بالرصاص في دماغه. بتيجي باقي عشيرة الغربان، فبيقول لهم كانامي إنه هيقتل أي حد هيقف في طريقه وهينتقم من سيد اللعبة. فبتطلب شوكا من كانامي يوعدها إنه ما يموتش ويفضل دايما جنبها، وبيلاقي باقي أفراد العشيرة منضمين معاه في هدفه الانتقامي. بيظهر شخص اسمه أبورو بيظهر في كنيسة، وبيتصل بيه سيد اللعبة وبيقول له ما يقربش من كانامي وإنه بيراقب تحركاته. وبيعرف أبورو إنه اللعبة هتتطور وإنه مخصص ليه دور معين قوي فيها، ودور مهم كمان. عشيرة غربان الغروب بتحارب عشيرة تانية وبيفوزوا عليها. كانامي قتل كل اللي ضده بس ساب واحد، وأمروا إنه ينشر تحذيره لباقي اللاعيبة إن لعبة داروين ممنوعة في منطقة غربان الغروب.